السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا كده بصحة وسلامة وفي احسن حال. يلا يا حبايبي، ما تنسوش الاشتراك واللايك والكومنت اللي بيسعدني منكم. يلا يا حبايب قلبي، كده كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان كده ان شاء الله على الابواب. إيه طبعا اول يوم رمضان بنعمل، طبعا اغلبية الشعب كلها بتعمل كده، إيه، بط كده ومحشي وكلام من ده. ده اللي مشهور اللي الناس بتعمله بقى، اللي هو طبعا لازم ندكر بط كده ومعاه كده حلة محشي. ده كده اول يوم رمضان. يلا يا حبايب قلبي، معانا الدكر البط القمر ده اهو بالشكل ده كده. ومعانا البهارات القمر برضو دي كده، اللي هي عبارة عن قرفة سيجار، ومعانا حبهان، ومعانا قرنفل، ومعانا ورق لورا. ومعانا الخضار طبعا ده اللي هو عبارة عن بصل وطماطم وفلفل اخضر وجزر. وهنعمل بقى الدكر البط العظمة ده كده اهو. معانا كده حلة كده على النار، حطيناها تسخن، وهنسيبها كده لما تسخن، وهنحط فيها كده معلقة زيت، وهننزل بالبهارات بتاعتنا كده اهو زي ما انتوا شايفين كده. هننزل بالبهارات، تنزل بقى النكهة بتاعتها كده في قلب الحلة عشان يبقى الريحة بتاعتها حلوة. وهننزل بقى بالقرنفل والتوابل المتوفرة عندك طبعا هتحطيها. وهنسيبها تسخن بقى، تنزل الزيوت اللي هي بتبقى فيها كده عشان طبعا تدي ريحة حلوة. وهننزل بقى بالدكر البط بتاعنا كده بالشكل ده كده اهو. شوفوا الدكر البط بتاعنا عظمة. طبعا احنا متبلين الدكر البط ده وسايبينه في التلاجة ليلة كاملة. طبعا عاملين له طبعا ضربين في الكبة بصلتين، وحاطين بقى فلفل اسمر، وحاطين بقى توابل اهو. وسايبينه ليلة كاملة طبعا يتبل في قلب البهارات بتاعته عشان يبقى يديله طبعا، يعمل شوية شوربة عظمة. اللهم بارك كده، وهم تشربي من الدكر البط ده احلى شوية شوربة اهو. وهنسيبه كده يتلوح بالبهارات اللي احنا حطيناها. واحنا طبعا متبلين الدكر برضو تتبيلة حلوة. لو جربتم بالطريقة دي بصراحة هتخلي دكر البط في حتة تانية. جربوا الطريقة دي بصراحة مش هتندموا جدا، وهتجربوها على طول بطريقتي اهو. شايفين دكر البط ما شاء الله عليه تحفة ازاي. طبعا هنديله تشويحة حلوة جدا، هنسيبه لما يتشوح برضو جدا. وبعد كده هننزل عليه بالبهارات بتاعتنا اللي هي بقى بالخضار بتاعنا، اللي هو زي ما قلت لحضراتكم عبارة عن بصل، فلفل اخضر اهو، جزر برضو. هنغطي عليه بقى كده كده. الدكر البط بتاعنا قرب كده يخلص بقى، هنسيبه بقى، هنغطي عليه ونسيبه اهو. ومعانا كده مية سخنة، هننزل عليه كده بمية سخنة بالشكل ده كده. طبعا احنا مش هنحط له مية طبعا من الحنفية، احنا هنحط له طبعا مية سخنة عشان طبعا يستوى بسرعة اهو. شايفين دكر البط بتاعنا هو بيغلي، وشفتوا الشوربة جميلة ازاي ورايقة ازاي وحلوة. وهننزل بقى بباقي البهارات بتاعتنا اللي هي عبارة عن فلفل اسمر وكزبرة
وبابريكا وكمون بودر وبصل بودر، والتوابل اللي متوفرة عندكم طبعا وبتحبوها تحطوها. شايفين دكر البط بتاعتنا وشايفين الشوربة بتاعتنا عظمة. ومعانا دي طبعا كده حلة محشي. شفتوا حلة المحشي القمر دي؟ ما حبيتش اطول عليكم الفيديو طبعا. وحشينا المحشي اهو. وهنسقي بقى المحشي بتاعنا من الشوربة بتاعت الدكر دي اهو. حلة المحشي بصراحة بصوا جميلة ازاي. طبعا ال- البط بقى طبعا ما بيحلاش الا بالمحشي اهو. طبعا احنا بنسقي المحشي بتاعنا بالشوربة اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. وكده خلاص كده حطينا المحشي بتاعنا. طبعا احنا بنحط القعد اللي هو بتاع المحشي لغاية اخر السطر الاولاني اللي هو اخر سطر. بنحط بقى يعني ايه، بنظبطه كده. وده اللهم بارك كان الفيديو بتاعنا النهاردة. وده كان الدكر بتاعنا القمر ده. شايفين الحلاوة، شايفين القمر، شفتوا الدكر البط الخطير ده. وده كانت حلة المحشي بتاعتنا. اللهم بارك المحشي بتاعنا تحفة ازاي. وده كانت الشوربة بتاعتنا. اللهم بارك. ده كان الفيديو بتاعنا. يا رب يكون نال اعجابكم وشفتوا الفيديو على الاخر وعجبكم طريقتي في المحشي والبط. طبعا والله كل حاجة بتتكلم على نفسها في الفيديو ده جميل ازاي. وشفتوا المحشي مستوي ازاي، ما شاء الله اللهم بارك. والشوربة بتاعتنا برضو جميلة ازاي اهو. ده كان الفيديو بتاع